وبصوا الله، اللهم بارك، حاجة كده قمر. الطاجن ده خطير، عارفة الحاجة اللي انت تاكليها وتاكلي صوابعك وراها؟ هو ده جميل جدا. السلام عليكم، تعالوا النهاردة نعمل أحلى طاجن عكاوي، حاجة كده خرافة خرافة، جميل جدا جدا. إن شاء الله هيعجبكم الوصفة دي، وبالطريقة الأصلية بتاعته هتطلعي أحلى طاجن في الدنيا، ولا تاخدي أي وصفات تانية إلا هنا. طاجن على أصوله بجد. ومش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ ونصلي على الحبيب المصطفى سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونبدأ نحضر وصفتنا. تعالوا بقى نشوف اللحمة الجميلة، بسم الله ما شاء الله. ديت العكاوي، بتبقى لحمة كده وفي النص بتبقى العظمة، بيكسرها لك بقى الجزار لقطعة كده صغيرة بالشكل ده، حلقات، بيبقى شكلها حلو جدا، وبصراحة بيبقى طعمها حلو قوي قوي. بصوا هتلاقوا فيها زي دهون كده على الأطراف، ده اللي احنا عايزينه وده اللي هيديها طعم جميل قوي. يلا نحضر الحلة بتاعتنا على النار تكون متوسطة، هنضيف حاجة بسيطة من الزيت ومعلقة من الزبدة أو السمنة عشان تطعمها كده، وهنضيف معانا اللحمة قطعة قطعة. أول حاجة نركز عليها احنا نضيف على القطعة اللي هي تكون فيها الدهن. ليه بقى؟ لأن دايما الدهن أول ما بيبتدي يتعرض للحرارة ويسيح معايا بيدي كده تيست وريحة جميلة جدا للطاجن إن شاء الله. بصوا كده أنا ضفت اللحمة بالشكل ده، وهناخد بقى معانا 3 حبات من المستكة، بس تكون الحبات تكون صغيرة جدا عشان ما تمررش معانا. 3 حبات بس مش أكتر من كده، بتديها ريحة بقى تحفة. وبعد كده أضيف معانا ورق لوري سواء كان مطحون أو بالواحدة. تمام، انا ضفت هنا نص معلقه صغيره لان المعلقه دي بتبقى صغيره شويه، وبعد كده نص معلقه من الفلفل الاسود المطحون. وما ننساش بقى رشه جوز الطيب كده، بتبقى جميله جدا على اللحمه. وبس منضيفش اكتر من كده توابل علشان طعم اللحمه يفضل موجود ونحس بيه. وخدوا بالكم البهارات اللي انا ضفتها دي حاجات بسيطه جدا، يعني ما تضيفيش كميه كتيره. تمام، قلبتها لحد لما لونها بقى بني بالشكل ده، وبعد كده هبدا ان انا اضيف الميه تكون بتغلي. اهم حاجه الميه اللي انا هضيفها على اللحمه تكون بتغلي، لحد لما اخليها توصل كده لفوق اللحمه بحاجه بسيطه، ما زودش ميه كتير. تمام، وكل ما تيجي تحتاج هضيف لها طبعا ميه تكون بتغلي. بص كده اول ما ضفت الميه المغليه ابتدت تظهر من فوق الريمه البيضه اللي هي بتظهر دايما في اللحمه، هبتدي ان انا اصطادها كده بالمعلقه واطلعها بره. تمام، وخدوا بالكم بصوا شايفين الميه قد ايه، يعني يا دوبك يعني مغطيه اللحمه بحاجه بسيطه جدا، مش عايزينها اكتر من كده. ليه؟ علشان انا عايزه المرقه تبقى يا دوبك على قد اللحمه، علشان هو ده بقى اللي هيدي طعم حلو جدا للطاجن. معومهاش ميه كتير، وان انا اكون عايزه الشوربه تبقى كتيره بصراحه مش هتدي طعم حلو، وده السر اللي هو المهم جدا لنجاح الطاجن بتاعك. بص اغطيها كده واسيبها على نار تكون متوسطه علشان تاخد بقى إيه تبدا تستوي بهدوء كده. بص انا هجهز معانا جزر يكون متقطع صوابع رفيعه، وبعد كده 3 فصوص من الثوم، وبعد كده فلفل الوان الاصفر والاحمر. والفلفل الالوان ده عايزه اقول لكم ان هو اساسي طبعا، لانه بيدي طعم جميل جدا ومسكر كده للطاجن. بعد كده اضيف معايا 4 حبات من البصل يكون متقطع جوانح بالشكل ده، او حلقات زي ما تحبي يعني، واخليه جانبا. بص بقى هنبدا ان احنا نجهز معانا الخليط كله. ال3 حبات من الثوم هقطعها بالشكل ده. تمام، وبعد كده هضيفها على الخليط كله بتاع الخضروات. هبدأ بقى ان انا اقلبهم كلهم مع بعضهم، بصوا كده، واحط البصل كمان عليهم واقلبهم كلهم مع بعضهم. وبعد كده هضيف بقى التوابل، لان انا ضفت في اللحمه بس، عايزه كمان الخضروات انا هضيف طبعا الملح، وبعد كده هضيف الكمون علشان البصل طبعا، رشه كده من الكمون، وخلاص كده. وابدا بقى ان انا اقلب كله مع بعضه، الخضروات كلها مع بعضها بالشكل ده. بتقع مني على البلانشة معلش سامحوني يعني، بس البلانشة نظيفة يعني الحمد لله. ابتدي ان انا المها كلها مع بعضها بالشكل ده واقلبها تقليبه كده، وخلاص كده اتقلبوا كلهم مع بعضهم. يلا بقى نجهز الوصفه بتاعتنا ونبدا ان احنا نطبق الطاجن بتاعنا. بص بقى انا اخترت ان انا اجيب الطاجن المغربي الجميل القمر ده، ما عملناش فيه خالص، انا من ساعه ما عتقته واحنا ما عملناش فيه خالص قبل كده. بص انا معتقاه بالشكل ده وعاملاه في الفرن، وما شاء الله جميل جدا جدا. وانصحكم بقى لما تيجي تعملوا بالذات طاجن العكاوي، بلاش الطواجن اللي هي تكون مدهونه، اللي هي بتكون جاهزه ومدهونه من جوه. صدقوني مش هتدي الطعم الحلو ابدا، ولا هتدي الطعم والقوام اللي هو بتاع الطاجن اللي هو البلدي الفخار العادي، وده اللي بيساعد ويخلي طعم الطاجن بيبقى احلى واطعم بكتير. بص بقى انا خدت مجموعه من الخضروات اللي احنا كنا مقطعينها كده، وعملت لها زي فرشه من تحت او قاعده. وبعد كده هبدأ بقى اخد اللحمه. بص انا عايزه اوريكم، بصوا الصوص او الشوربه بتاعتها قد ايه. بصوا قليلة قد ايه، ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين كتير، احنا عايزين هي كلها تكفي نفسها.
تمام، يعني شوربتها تبقى قليلة. كل ما كانت بتحتاج شوربة أو مَيّة كنت باضيف لها مَيّة تكون بتغلي على قد ما محتاجة بس مش أكتر من كده، علشان الشوربة بتاعتها دي اللي إحنا هنحتاجها برضه في الطاجن. بُصّوا هابتدي بقى إن أنا أرُص كده اللحمة بالشكل ده فوق الخضروات، بُصّوا بالشكل الجميل القمر ده. وطبعًا ما تنسوش إن اللحمة إحنا حطينا لها التوابل بس ما حطيناش الملح. بُصّوا كده قوام الشوربة ما شاء الله واخدة الخلاصة كلها. يلا بقى هنرش على اللحمة بتاعتنا الملح زي ما قلنا كده عشان احنا محطيناش ليها ملح خالص. احنا حطينا كده للخضروات وكده كمان حطينا للحمة. هبدأ بقى اخد الطبقة اللي هي من فوق من الخضروات برضو واحطها عليها من فوق بالشكل ده. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم ان كمان ممكن ان انت تضيفي بطاطسايه تكون متقطعه مكعبات بالشكل ده، بس بطاطسايه تكون حجمها متوسط، ما تحطيش بطاطس كتيره، لان الاساسي في الطاجن بتاعك هو الخضروات والبصل اللي انت بتضيفيه الفلفل والبصل، انما البطاطس مش اساسي فيها قوي. فعشان كده بقولك ان انت ممكن تضيفي بطاطسايه تكون صغيره بس مش اكتر من كده، او يكون حجمها متوسط متقطعه مكعبات متوسطه وتضيفيها مع الخضروات بالشكل ده. بص انا غطيتها كلها كده بالخضروات، غطيت اللحمه كلها. تمام كده. بعد كده هنضيف معانا الصلصة. أنا هنا مسبكة طماطم طبعا عملتها في الخلاط وصفيتها كويس من البذور والقشر وضفتها على النار وضفت عليها معلقة من الخل، معلقة كبيرة من الخل، وسبتها تاخد غالية والتانية كده وخلاص. وطبعا ضفت عليها الملح والفلفل الأسود، خدت غالية معايا وبقت بالشكل ده. معلقة الخل بتديها طعم جميل جدا. تمام. طبعا لا حطيت لها لا توم ولا حطيت لها بصل في الطماطم بتاعتنا دي. انا ضفتها كده على الوش على سطح اللحمه بتاعتنا، وبعد كده هضيف معايا الشوربه بتاعت اللحمه عشان تساعدها كمان على التسويه لان هي هتحتاج سوائل طبعا. بصوا كده هشوف اميل الطاجن بتاعي، شفت السوائل بتاعتي ظاهره خلاص كده، ما لقيتهاش ظاهره هضيف برضو بقيه الشوربه ونغطيها بالشكل القمر الجميل ده، وناخد الطاجن بتاعنا الحلو ده ونضيفه في الفرن. الفرن بتاعتي 200 درجة أو 220 على حسب الفرن بتاعتك وحسب درجة الحرارة بتاعته. هنضيفها في الفرن واسيبها بقى بتاخد لها تقريبا من ساعة لساعة و15 دقيقة وتستوي معايا. طبعا انت الطاجن بتاعك لو ملهوش الغطا ده ممكن ان انت تغطيه بالفويل، بس اهم حاجة تكون التغطية بتاعتك تكون محكمة ما يطلعش ولا حاجة خالص من البخار. بصوا الله، اللهم بارك، حاجة كده قمر. الطاجن ده خطير، عارفة الحاجة اللي انت تاكليها وتاكلي صوابعك وراها؟ هو ده جميل جدا جدا. والشوربة بتاعتي عشان كانت قليلة وضفت على قدها فكانت الشوربة بالبهاريز بتاعتها بقى حاجة جامدة جدا. بص مع شوية رز أبيض مصري كده وحاجة في منتهى الجمال. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي. الله، ألف هنا على قلبكم.